بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اتكلمنا كتير قبل كده عن موضوع النصب. الناس اللي بتتصل بحضرتك على الموبايل وينصب عليك، واتكلمنا في الموضوع دوت في الفيديو بتاع شقق الإسكان الاجتماعي، ونزلنا كام رسالة كنموذج من الرسائل اللي بعتها النصابين لحضرتك أو لأي حد. طبعا الفيديو دوت بتاريخ 29/1/2025. مصدرنا جريدة الأهرام. ده كان أستاذ فاضل باعت في بريد الأهرام رسالة بعنوان النص الإلكتروني، بيوضح فيها بيقول أن أنا وقعت فريسة في براسن عصابة إلكترونية، حيث اتصل بي شخص وادعى أنه من أحد البنوك الوطنية. كالعادة بيتصل بيك يقولك معاك البنك المركزي، معاك مش عارف وزارة التضامن الاجتماعي، معاك البريد المصري، وادعى انه من احد البنوك الوطنية وذكر لي اسمي كاملا. طبعا هو عنده داتا كاملة بتليفوناتك برقمك القومي بكل حاجة، وان لي زيادة في المعاش، والامر يستتبع تجديد بيانات كارت الصرف وتحديث وتحدث كخبير بنكي. طبعا احنا عارفين اسلوب الناس النصابين دول، بيبقى عنده ثبات انفعالي، بيبقى متدرب كويس، بيبقى متوقع اي سؤال هيتسأله وهو يرد عليه. تمام. فالراجل بيقول ان هو اتكلم معاه كأنه بالظبط موظف في البنك، وقال له ان هو انت عندك زيادة في المعاش وعاوزين واداله تجدد بيانات الكارت بتاعك، ان هو يحدث البيانات يعني. وللأسف الراجل بيقول للأسف اديته كل أرقام كروت الصرف والأرقام السرية كمان، يعني ما ادالوش بس الرقم كمان لا، اداله كمان الرقم السري. وهو الراجل بيقول كانت النتيجة سرقة 20,000 جنيه من حساباتي. تخيل الصدمة لما واحد يتصل بيك وبعد كده تديله بياناتك وتفاجأ ان جاتلك رسائل ان تم سحب 20,000 جنيه من حساباتك. هو بيقول برضو لذا وددت أن أنبه غيري حتى لا يحدث لهم ما حدث لي، كما أود الاستفسار كيف حصلت هذه العصابة على اسمي كاملا ورقم كارت المعاش. يا جماعة خلوا بالكم من الرسائل، خلوا بالكم من أي حد يتصل بيك تديله بياناتك أو تديله أي معلومات عنك. هيتصل بيك على الموبايل وهيتصل بيك على الرقم الأرضي لو عندك تليفون أرضي في البيت، واخد بالك؟ يعني مش هتخسر حاجة. الراجل خسر 20,000 جنيه. لو هو كان نزل لمكتب البريد اللي بيقبض منه، لو كان نزل من الجهة اللي هو تابع ليها واستفسر عن المعاش، كان خلاص ما كان جنب نفسه اللي حصل ده. ولكن هو قدر، وربنا يخلف عليه ان شاء الله. ده كان فيديو النهاردة احنا عاملينه بس كفيديو يعني توعية، ويساعدنا ان احنا نوصل لناس كتير عشان خاطر برضو الناس تعرف اساليب النصب دي. اي حد يتصل بيك ما تديلوش بياناتك ولا اي حاجه. قال لك الفيزا وقفت، قول له متشكر خليها تقف. قال لك حساباتك هتقف، قول له متشكر خليها تقف، مفيش مشكله. مشوار للبنك مش هيكلفني 20 جنيه رايح جاي، وتبقى انت في الامان وحساباتك في الامان. تمام. ربنا يسترها معاكم ويحفظ لكم حدودكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.